السلام عليكم. فيديو جديد، وصفة جديدة. كما كتلاحظوا معايا غنقدم معكم ميني بيتزا بواحد المقادير اللي هي بسيطة، والصراحة كتجي خفيفة وكتجي رطبة مفشفشة كما كنقولوا. كما كتلاحظوا معايا كتجي رطبة بزاف وما كتجيش قاصحة، ومكوناتها بسيطة، جد بسيطة، يعني في المتناول، ومقاديرها موجودين في كل بيت. كنتمنى تجربوا الوصفة ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقة والمقادير. اول حاجه هنا عندي واحد نص كيلو ديال الدقيق الابيض غربلته. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي. عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز والملحه، واحد ربع كاس ديال زيت المائده. هادو هما المكونات اللي غادي نديرو في هاد الميني بيتزا هادي. وعندنا الماء دافي باش نجمعوا العجين. اول حاجه غناخذوا شويه ديال الماء غنديروا فيه ديك الخميره. انا عندي هنا خميره حبيبات، الا عندكم الخميره المعجونه حتى هي تقدروا ديروها في بلاصه هادي. غنخلطوها مع الماء، وغادي نديرو واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونخليو هاد الخميره تفاعل لينا مع الماء ومع داك السكر باش تسهل علينا دغيا تجمعنا مع المكونات الاخرين. من بعد ما تفاعلت لينا هكايا الخميره، غادي نديروها فوق الدقيق، وغادي نضيفو على جميع المكونات اللي هي ياغورت جوج معالق كبار. صدقوني هاد الوصفه غادي تعجبكم، ما غديروا فيها لا زبده، ما غتحتاجوا ديروا فيها حتى شي حاجه غير بهذا المكون هذا. راه غتجيكم العجينه خفيفه ورطبه. غنديروا هذاك الياغورت وغنديروا الملحه والزيت، وغادي نجمعوا العجين كلها بالماء دافي وندلكوها مزيان. خصنا ندلكو هاد العجينه مزيان. تقدروا تستعملوا العجانه، انا هنا دلكتها غير بيدي حتى تبان لكم العجينه تكون مرخوفه. ومن بعد ما دلكتها مزيان غندهنها بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها ترتاح جانبا حتى يتضاعف الحجم ديالها. كما كتشاهدوا معايا راه جات مرخوفه، وغنخليوها ترتاح. نغطيوها بواحد السلوفان ونخليوها ترتاح حتى تخمر لينا مزيان. هاد الخطوه ضروريه منها. هنا بعد ما ارتاحت ليا العجين ديالي وضاعف الحجم ديالها، صافي غادي دابا غنبدا نشكلها. غادي نفرغ من هذاك الهواء. كما كتلاحظوا راه ترخفات، زادت ليك القوام ديالها كيفاش جا. غادي نفرغها من داك الهواء. غنشكل 3 ديال الكويرات كبارين باش هكا تسهل عليا ملي نكون كنطلقها، باش ما دغيا نطلقها كل كره غنديرها كبيره. غادي نستعنوا بالدقيق هنا باش ما تلصقش لينا. قسمتها هنا 3 ديال الكويرات، كل كره غادي نطلقها كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هاد الطريقه الصراحه دغيا كنكملوا وما كتاخذش لينا وقت بزاف. غادي نرشوا سطح العمل هكا بالدقيق الابيض، ومن بعد غناخذ واحد الدلاك اولا المدلك، وغادي نطلقوا به هاد العجين هادي. راه كتكون مرخوفه دغيا كتطلق معنا الصراحه. نطلقوها مزيان ونخليو السمك ديالها ما تكونش رقيقه بزاف، نخليوها شويه ما تكونش غليظه بزاف، وما نرقوهاش عاود ثاني بزاف باش ما تجيناش قاصحه.
انا خديت هنا واحد الاطار هكا دائري، تقدروا ديروا غلاقه الا ما عندكمش هاد الاطارات. صافي وغادي نبدا نشكل هكا كويرات هكا دوائر حتى نكمل. انا خديت هذا اللي كيكون هكا مشنف من الجناب، عطاو داك الشكل الصراحه جا زوين. ما درتوش دائري، درت هذاك الجهه الاخرى اللي هكا فيها داك التشناف من الجناب، جا الصراحه المنظر ديالهم زوين فاش طابوا. صافي غنكملوا كل شيء، غادي نكملوا هاد الدائره اللي درنا كامله. وهذاك الشيء اللي غادي يشيط لينا ديال العجين غادي نجمعوهم ديال الاطراف، ونحاولوا ما نجمعوش العجينه هكاك بشكل عشوائي باش ما تجيناش مدقسه من الداخل. كما كتلاحظوا انا غادي نهز هذوك الجوانب غير بشويه وغادي نجمعهم، ما غاديش كما كنقولوا ما غاديش نكورهم باش ما تجيش ديك العجينه اللي غتشط ليا في الاخر وغنعاودها. ما يجيونيش دوك ميني بيتزا تجي يعني نفس العجينه الاولى تجي بحال بحال، ما يكونش شي اختلاف. غندير لهم غير هكا بيدينا، ما نحاولوش ندقسوا العجينه ونخليهم في شي بلاستيكه. صافي ملي غنكمل هادشي كامل، الا جاتكم شي وحده غليظه غضربوها شويه بيديكم. غادي نحطهم هكا في شي منديل ونخليهم يخمروا غير على ما تسخن المقله، راه كيكونوا خامرين ديجا. غتسخن لنا المقله شويه غير تدفى، وغنحطهم هكا في المقله هكا ثقيله. تقدروا طيبوهم في الفران حتى المقله دغيا كيطيبوا، ما كياخذوش لينا وقت كبير، غير نقصوا عليهم البوطه باش ما يتحرقوش لكم من التحت. صافي غنحطهم وغادي ندير هكا واحد الكيغدون ولا واحد العود ولا فرشيطه، وغادي نثقبهم كاملين كما كتلاحظوا معايا. كاملين غندير لهم هكا تقيبات باش ما يتنفخوش. حنا مبغيناهمش يجيو بطبوطات ميني بطبوط، بغيناهم ميني بيتزا. حيت ضروري كما كتعرفوا البيتزا ضروري نتقبوها باش ما تنفخش حيت فيها الخميره. وفي هذه الاثناء انا البوطه ناقصه عليها، غير تبان ليا شدت في راسها غادي نقلبها، ما نخليوهاش حتى تحمر مزيان ولا طيب لينا مزيان. غنديروا لها نص طيبه باش ملي نديروا فيها الحشوه تكمل الطياب ديالها. نحاولوا نقصوا البوطه ما نجهدوهاش بزاف، ونكملوا جميع البيتزات اللي شكلنا. خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. هما ميني بيتزا بعد ما طابوا كما كتشوفوا راه كيجيو رطبين بزاف. يعني كنقيس معكم وحده باش تشوفوا ما تهرسات ما تكسرات ما والو، كيجيو هكا كيبقاو رطبين. ملي كنعمروهم في الحشوه الصراحه كيبقاو هكاك رطبين، ما كيجيوناش قاصحين. وكنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للحشوه اللي درت، انا درت حشوه بسيطه، درت صوص طوماط ودرت شويه ديال الفلافل الالوان وشويه ديال الثوم، ودرت عليهم الفرماج. صافي ودخلتهم الفران، درت شويه الزيتون من الفوق. نتوما الحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا الكفته، ديروا قطع ديال الدجاج. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.